يا برج الحمل، جه الوقت اللي تستعيد فيه قوتك وتاخد زمام الأمور. إبريل مش شهر عادي، ده شهر الانطلاق والتجديد والطاقة اللي مفيش حاجة هتوقفها. الكواكب كلها بترتب لك أحداث مهمة سواء في الشغل أو الحب أو حتى الفلوس. والسؤال هو، انت جاهز تستغل الفرص اللي جاية؟ في الحلقة دي هنتكلم عن كل تفاصيل الشهر ده وتأثير الكواكب عليك، وإزاي تحقق أقصى استفادة من الأوقات القوية وتتجنب أي عراقيل ممكن تواجهك. فخليك معايا للآخر عشان تعرف كل الأسرار اللي الفلك مخبيها لك. يلا نبدأ. يا حمل، أول 19 يوم من شهر إبريل 2025 طاقتك في أعلى مستوياتها. الشمس في برجك دي بتديك دفعة قوية للنجاح والظهور سواء في الشغل أو العلاقات. هتحس إنك في أفضل حالاتك ومستعد لأي تحدي. أما بعد 19 إبريل فالشمس هتدخل برج الثور، وده معناه تركيز أكبر على الأمور المالية والمادية، وهتبدأ تهتم بتأمين مستقبلك المالي وتحقق استقرار أكتر. المريخ في بيت العيلة، وده معناه إنك ممكن تحس ببعض التوتر في العلاقات الأسرية أو تغيرات في مكان السكن. خليك صبور يا حمل وما تتعصبش بسرعة، لأن الأمور ممكن تتوتر لو أخدت قرارات متهورة. أما عطارد فهو في برج الثور، التفكير عندك هنا هيكون عملي جدا خلال شهر إبريل، وهتميل للتخطيط على المدى الطويل بدل الاندفاع. وقت ممتاز جدا إنك تراجع الميزانية أو تبدأ مشروع مالي، لكن خليك حذر من العقود أو الاتفاقات اللي مش واضحة. عندنا كمان الزهرة في الجوزاء، لو مرتبط يا حمل فالعلاقة هتكون مليانة حيوية وتجديد، وهتحس إن التواصل مع شريك حياتك بقى أسهل وأمتع. أما لو عازب فعندك فرصة قوية إنك تقابل شخص مميز، خاصة في أماكن التواصل الاجتماعي أو من خلال أصدقائك. وعندنا زحل في برج الحوت، زحل بيديك فرصة لمراجعة أهدافك الحقيقية، وده وقت مناسب لتحديد اتجاهك في الحياة. ممكن تحس ببعض الضغوط لكن ده جزء من رحلة تطويرك، فخليك واثق يا حمل إنك ماشي في الطريق الصح. عندنا مشترك كمان في برج الجوزاء، فلو عندك رغبة في تطوير مهاراتك أو إنك تتعلم فده وقت مثالي إنك تبدأ كورسات جديدة أو حتى تفكر في السفر لمكان يفتح لك آفاق جديدة. يا حمل، طاقتك في شهر إبريل عالية وعندك فرص جديدة خاصة في بداية الشهر. اهتم بعلاقاتك بالعيلة وحاول تتجنب العصبية بسبب المريخ. أما التخطيط المالي فهو مهم جدا في الشهر ده، فما تتسرعش في القرارات. الحب كمان والتواصل في أحسن حالاته، فاستغل الفرصة دي. أما لو عازب، الحب والتواصل في أحسن حالاته، فاستغل الفرص لو عازب أو حتى لو كنت مرتبط. كمان خليك جاهز للتغيرات الكبيرة، لأن ده شهر القرارات المصيرية. ودلوقتي هنعرف التوقعات الأسبوعية. الأسبوع الأول من 1 ل7 إبريل عندك طاقة قوية وانطلاقة جديدة. أول أسبوع من الشهر وانت في قمة نشاطك، الشمس في برجك، وده بيديك دفعة قوية في كل المجالات. مناسب جدا لبداية مشاريع جديدة، اتخاذ قرارات جريئة، أو حتى تجربة حاجة كنت مأجلها. عاطفيا، الزهرة في الجوزاء ده هيخليك جذاب وساحر، وفرص الحب هتكون في كل مكان. أما ماليا، ممكن تحصل على فرصة لزيادة دخلك، لكن خد بالك من المصاريف الزيادة يا حمل. نصيحتي الأسبوع ده ليك يا حمل، استغل طاقتك لإنجاز المهام اللي انت كنت مأجلها، وابدأ الشهر بقوة. أما الأسبوع التاني فهو من يوم 8 ل 14 إبريل. المريخ في السرطان ممكن يخليك تحس ببعض التوتر في البيت أو مع العيلة، فحاول تهدي الأجواء وما تدخلش في الجدالات. كمان عندنا عطارد في الطور، ده هيخليك تفكر في الأمور المالية بجدية، فده وقت مناسب إنك تحط خطط اقتصادية جديدة. أما بالنسبة للعاطفة بقى فالتواصل مع شريك حياتك هيكون الأسبوع ده مهم جدا، خصوصا لو حصل أي سوء تفاهم. يا حمل، الأسبوع ده خليك هادي وما تسمحش للعصبية تتحكم في ردود أفعالك. أما الأسبوع الثالث فهو من يوم 15 ل 21 إبريل. الأسبوع ده فيه فرص مالية وتحولات مهمة. بداية الأسبوع الثالث ممكن يكون فيه بعض التحديات،
لكن مع دخول الشمس طور يوم 19 الأمور هتبدأ تهدى وهتركز أكتر على استقرارك المالي. ممكن تلاقي فرصة استثمارية جديدة أو عرض شغل مغري، ففكر كويس قبل ما تاخد أي قرار مالي. لو مرتبط يا حمل ده وقت مثالي لتقوية العلاقة وتحسين التواصل مع شريك حياتك. يا حمل فكر بعقلانية في الفلوس وما تتسرعش في القرارات المالية الكبيرة. أما آخر أسبوع في شهر إبريل من يوم 22 ل30 إبريل، آخر أسبوع من الشهر هنا هتحس إنك بدأت تستقر بعد الفترة النارية اللي فاتت. ممكن يكون عندك قرارات نهائية تخص حياتك المهنية أو العاطفية، وده وقت مناسب إنك تحسم الأمور. أما ماليا فلو قدرت تتحكم في مصاريفك بداية الشهر هتحس بتحسن واضح في نهاية الشهر. أما عاطفيا فعلاقتك هتكون أكتر استقرار، وهتحس إنك قادر تعبر عن مشاعرك بشكل أفضل. نصيحتي ليك يا حامل الأسبوع ده استغل آخر أيام الشهر في التخطيط للخطوات اللي جاية، وركز على راحتك النفسية. خلاصة الكلام اللي قلته ده كله إن أول أسبوعين في طاقة قوية وفرص جديدة، لكن مع بعض التوتر العائلي اللي محتاج تهديه شوية. لكن آخر أسبوعين في استقرار مالي وعاطفي، وكمان وقت مناسب لاتخاذ قرارات مهمة. خليك جريء يا حمل في بداية الشهر وعملي في نهايته عشان تستفيد من كل الفرص. أما بالنسبة للتوقعات المهنية، في بداية الشهر هتكون قوية جدا بالنسبة لك، لأن الشمس في برجك لحد يوم 19، وده بيديك طاقة وحماس إنك تحقق أهدافك. عندك كمان فرص مهنية مميزة، سواء في شكل ترقيات، عروض شغل جديدة، أو حتى توسع في مشروع خاص. عطارد في الطور بعد يوم 15 ده يخليك أكتر تركيز على الاستقرار، فده وقت مثالي إنك تنهي مشاريع كنت مأجلها أو التخطيط لحاجات جديدة. ممكن كمان يا حمل تواجه بعض الضغوط من زملاء العمل أو المديرين، لكن لو حافظت على هدوءك هتقدر تعدي أي أزمة بسهولة. خد بالك يا حمل، المريخ في السرطان ممكن يسبب توتر في بيئة العمل أو مع زمايلك، فحاول ما تدخلش في مشاكل جانبية. ولو عندك قرارات مهمة تخص شراكات أو توقيع عقود، راجع تفاصيل كويس عشان ما تقعش في أخطاء مش محسوبة. من يوم 1 ل15 إبريل ده وقت مثالي للبدايات الجديدة، سواء شغل جديد أو مشروع أو حتى خطوة جريئة في مسارك المهني. من 20 إبريل لآخر الشهر مناسب للاستقرار، تنظيم أمورك، واتخاذ قرارات مالية أو استثمارية ذكية. أما بالنسبة للتوقعات المالية، في بداية الشهر عندك طاقة قوية إنك تحقق مكاسب، سواء من شغل أو استثمارات جانبية. الزهرة في الجوزاء ده هيدعمك ماليا، وممكن يجيلك يا حمل مصدر دخل جديد أو فرصة لزيادة أرباحك. لكن بعد 19 إبريل هنا الشمس في الطور، ده هيخليك تركز أكتر على الاستقرار المالي، وده وقت مناسب للتخطيط على المدى الطويل. يا حمل وجود المريخ في السرطان ممكن يخليك تصرف فلوس على أمور عائلية أو حاجات تخص البيت، فحاول تكون حذر في قراراتك المالية. لو بتفكر في استثمار خليك صبور وما تتسرعش، خاصة في النص الأول من الشهر. وأفضل توقيت للقرارات المالية هو منتصف الشهر، وقت مثالي إنك تنظم ميزانيتك وتقليل المصاريف اللي مش ضرورية. ومعانا آخر 10 أيام كمان مناسب للاستثمارات المدروسة أو التخطيط لمشاريع جديدة. بالنسبة للشغل الشهر ده عندك فرص قوية جدا، لكن محتاج توازن بين الحماس والتخطيط العملي. أما الفلوس ففي مكاسب جاية، لكن لازم تكون حكيم في الإنفاق والاستثمار. نصيحتي ليك الشهر ده استغل طاقتك يا حمل في البدايات الجديدة، وخد بالك من القرارات المالية الكبيرة عشان تحقق أقصى استفادة. ودلوقتي مع التوقعات العاطفية لبرجك يا حمل لشهر إبريل 2025. لو كنت مرتبط يا حمل، مع وجود الزهرة في الجوزاء التواصل العاطفي هيكون أقوى، وهتحس إنك قادر تعبر عن مشاعرك بحرية أكتر. لو كان في مشاكل صغيرة في العلاقة ده الوقت المناسب لحلها بالكلام الصريح والتفاهم. أما بعد يوم 19 لما الشمس تدخل الطور هتحس برغبة أكتر في الاستقرار العاطفي، وهتميل إنك تهتم بشريك حياتك بشكل عملي أكتر. احذر من تأثير المريخ في السرطان، لأنه ممكن يسبب بعض التوترات العائلية اللي تأثر على علاقتك،
فحاول تفصل بين مشاكلك الشخصية وعلاقاتك بشريك حياتك. أفضل وقت يا حمل إنك تعزز العلاقة دي الأسبوع الأول والتالت من شهر إبريل، لأن الفلك داعم للرومانسية والتفاهم. أما لو كنت عازب فعندك كاريزما يا حمل وجاذبية عالية بسبب وجود الزهرة في الجوزاء، وده هيخليك محط أنظار الناس حواليك. ممكن تقابل شخص مميز في بيئة عمل أو من خلال أصدقاء، بس المهم ما تتسرعش في الدخول في علاقة جديدة. الفترة من 15 ل 25 إبريل هي الأفضل للتعارف أو حتى اتخاذ خطوة جريئة في علاقة بدأت مؤخرا. لو كنت في علاقة غير مستقرة يا حمل، ده شهر الحسم، يا إما العلاقة هتقوى أو هتاخد قرار بالبعد نهائيا. وأفضل وقت إنك تدخل في علاقة جديدة هي منتصف الشهر، خاصة من 12 ل 22 إبريل. يا حمل، لو كنت من المرتبطين فالعلاقة مستقرة، لكن محتاجة منك مجهود للحفاظ على التوازن. ولو كنت عازب فعندك فرص حب جديدة، بس ما تتسرعش في قراراتك. نصيحتي ليك يا حمل، خليك صريح مع نفسك ومع شريك حياتك، لأن الشفافية هي مفتاح نجاح علاقاتك الشهر ده. ودلوقتي هقولكوا على الأيام الأكتر حظ، هي 3 و4 إبريل. القمر هنا في برجك وهتحس بطاقة إيجابية وثقة في النفس، وقت مناسب إنك تبدأ بدايات جديدة. كمان معانا 10 و11 إبريل، الزهرة والجوزاء هنا بيدعموك في الحب والتواصل، يومين مثاليين للعلاقات العاطفية والقرارات المهنية. عندك كمان 18 و19 إبريل، قبل انتقال الشمس للثور، عندك طاقة قوية إنك تنهي أي مهام أو قرارات مهمة. وأخيرا يوم 26 ويوم 27 إبريل، القمر بيدعمك في المال والشغل، ممكن يجيلك خبر إيجابي كمان بخصوص ترقية أو فرصة مالية. أما الأيام الأقل حظ فمعانا يوم 6 و7 إبريل، ممكن تحس ببعض التوتر أو عدم الراحة، فحاول تتجنب القرارات المهمة. عندنا كمان 14 و15 إبريل، إحساس بعدم التوازن العاطفي أو المهني، اتجنب الجدالات أو المواجهات العنيفة. وأخيرا 22 و23 إبريل، طاقتك اليومين دول منخفضة شوية، فخد وقت للراحة ومتضغطش على نفسك. يا حمل، استغل الأيام القوية في تحقيق أهدافك، وخليك هادي في الأيام الأقل حظ عشان تتجنب أي مشاكل. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية توقعات برج الحمل لشهر إبريل 2025، شهر كله طاقة، فرص وتغيرات مهمة، سواء في الشغل أو الفلوس أو حتى الحب. المهم إنك تعرف إزاي تستغل قوتك وتخطط صح لكل خطوة جاية. قولولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة متحمسين ليها الشهر ده، وهل حاسين إن الفلك فعلا مأثر على حياتكم؟ ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم التوقعات الجديدة أول بأول. واستنوني في الحلقة الجاية مع برج جديد وتوقعات جديدة. لحد ما نتقابل، خليكوا جاهزين لأي مغامرة، لأن برج الحمل دايما سابق بخطوة. باي باي.